ما خرجوا بقى الولاد اول يوم العيد وقالوا يا ماما احنا عايزين ناكل فاست فود. قلت له طيب خلاص ماشي، انا بقى هطلب طبق كده صحي عشان ما تخنش قوي، كفايه الحاجات اللي احنا عاملين ناكلها بتاعت طول النهار دي. لقيته يا جماعه برقم خرافي، يعني ايه ليه غالي قوي كده؟ فقررت ان انا اعمله النهارده في البيت. بس قبل اي حاجه سمي الله صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بطاطس مكعبات سيبيها تتسلق عادي جدا. عندك بقى لحمه بفتيك، لحمه مثلا تكون عرق شويه، تكون تخينه، ستيك اللي موجود عندك. هتبداي تسلقي البطاطس، بعد كده تحطي عليها مكعب زبده، شويه لبن، شويه ملح، تضربيهم لا اما بالخلاط لا اما بالهاند بلندر لا اما في الكبه بتاعتك. المهم ان يكون في آلة كهربائيه علشان تديكي النعومه والمطه الفظيعه دي، هي بصراحه تتاكل لوحدها. تعالي بقى للحمه، هنجيب مكعب زبده وشويه زيت، وتبداي تنزلي بكل اللحمه بتاعتك وتديها لون بسيط على كل جنب. هي مش هتاخد سوا معاكي، ان هي بفتيك يعني تستوي بسرعه جدا. تاخد بقى لون على الجنبين. هتبداي ان انت تكوني مقطعه بصلايه صغيره جدا، تبداي تنزلي بيها كده في النص، تدبل معاكي فصين من الثوم برضو، هتشوحيها شويه ملح شويه فلفل، وبعد كده هتجيبي معلقه كبيره من الدقيق هتحطيها في النص، وتبداي تحمريها كويس جدا في الزبده اللي هي الماده الدهنيه اللي احنا حطيناها، وشويه من اللبن. بس كده سيبيها بقى تغلي غلوتين، وهتاخدي احلى صوص لحمه شارب بقى من البصل والثوم والملح والفلفل واللحمه، طعمه فظيع. هتجيبي بقى الطبق، هو كان طبق اسود بالمناسبه، حطينا فيه بوله من الرز، وبعد كده حطينا فيه البطاطس والبوريه بتاعتنا، وكمان عليها بقى الستيك بتاع اللحمه. بصراحة هي طعم الأكلة حلوة جدا بس غالية قوي. طب ليه؟ طب أنا أعملها في البيت نص كيلو بفتيك مثلا بحوالي 200 ولا 250 وهأكل البيت كله. فجربوها يا رب لو الوصفات تكون بتعجبكم، وبألف هنا وشفا. اشوفكم بخير في الفيديو الجاي. سلام عليكم.